كيف حالك يا صديقي؟ جبت لك فيلم جامد كالعادة. فيلمنا بيبدأ مع أنيا وهي مع حبيبها زينة، وبتكون سعيدة جدا معاه وبتشوفه دايما هو مهتم بأكله ورشاقته وجسمه، عكسها تماما لأنها بتحب الأكل وخصوصا الحلويات، وبيبان على جسمها إنها مليانة شويتين، ودايما بتحاول إنها تتحكم في أكلها لكنها بتفشل، لأنها سواء كانت مبسوطة أو زعلانة بتروح تاكل. لحد ما بيجي يوم وبيكون المفروض انها تروح فرح مع زينة حبيبها، وبتقيس كل الفساتين اللي عندها وما بتلاقيش فستان مناسب ليها لانهم مضايقين جدا، لحد ما بتستقر على فستان معين لكنه بيكون مكشوف وبيبين جسمها انها زيادة حبتين تلاتة. واول ما زينة بيشوفها بيتضايق لانها تظهر تخينة قدام اصحابه اللي معاهم بنات رقاق جدا، فبيتسبل وبيقول لها انها تتأخر في تجهيز نفسها، فبيقترح عليها ان هو يروح لوحده، بس بالحقيقة هو مش عايزها تجي معاه لانه مستعر منها. وبما ان آلية غلبانة وطيبة بتصدقه وبتدخل وبتغير هدومها وبتقعد في البيت وبتتابع الفرح من خلال الصور اللي بينزلها زينة واصحابه، لحد ما بتلاقي صورة لزينة وجنب واحدة تانية، فبتدخل على صفحتها وبتلاقيها منزلة صورة ليها هي وزينة وهي بتبوسه، فبتقوم تلبس الفستان القصير بتاعها فورا وبتجري في الشارع علشان توصل للفرح، وبتلاقي صاحبتها ناتاشا واقفة بعربيتها فبتطلب منها انها تاخدها فورا للفرح. واول ما بتوصل بتلاقي زينة عمال يرقص مع البنت اللي كانت قاعدة جنبه، بتدخل بينهم وبتكمل رقص معاه لحد ما بيجي وقت البوفيه، وبتفضل تحط كمية أكل كبيرة قدامها وزينة جنبها مكسوف منها ومستعرة من شكلها، لحد ما بيقول لها إن هو كان محتاج يقول لها حاجة وهو مجهز كلامه بقاله أسبوع، وهو إن هو عايز ينفصل عنها. والمشكلة مش عنده هو، المشكلة عندها هي، لأنها أول ما هو قابلها كانت شخصية تانية ومختلفة عن دلوقتي تماما. وفي الوقت ده بيجي العريس والعروسة وبيقطعوا كلامهم، فبيفتكر العريس إنها حامل وبيبارك لها، فبتتكسف أكتر، وزينة بيقول لها إن هو هيسيبها ومش عايز يبقى معاها، وبيقوم من جنبها وبتفضل تعيط لوحدها. تخرج من الفرح وبتتحرك على بيت أهلها، تفضل تعيط لأمها وبتقول لها إن زينة سابها بسبب وزنها، وإن هو بيقول عليها إنها مهملة في الاهتمام بنفسها، وإن هو مش عايز يبقى معاها تاني وبينفصل عنها. فبتحاول والدتها إنها تهون عليها شوية، وبتبات عندهم ليلة وبتروح تاني يوم لصاحبتها ناتاشا واللي بتقف جنبها وبتقول لها إن في 20 جيم في المنطقة، وإنها لو عايزة تنضم لواحد فيهم تعمل كده عشان نفسها مش عشان زينة، لأنه سابها وهي في حالة نفسية وحشة. فبتقرر أنيا إنها تدخل جيم وتهتم بنفسها وتتحسن عشان زينة يرجع لها برضه، وبتروح الجيم اللي هي مش عارفة فيه حاجة، وبتلاقي حواليها أجسام رشيقة كتير وبتبدأ تتدرب على جهاز الجري. وبعد ما بتخلص بتروح عشان تاخد وجبة سريعة في المطعم اللي شغالة فيه صاحبتها ناتاشا، وبتطلع وجبة كبيرة علشان تاكل، فبتاخد من قدامها ناتاشا الأكل وبترميه في الزبالة علشان تمنعها من الأكل اللي هيزود وزنها ويدمر خطتها. فناتاشا بتقول لها إنها هتخليها تخس غصبا عنها وهتمنع عنها الأكل المضر بأي طريقة، وبترمي البيبسي اللي موجود في ايدها. وبيجي الليل وبتكون أنيا عايشة مع ناتاشا وصديقها في الشقة، فبتتسحب بالليل ناحية التلاجة وبتفتحها علشان تاخد كل الأكل الموجود فيها لأنها جعانة وأكل الرجيم كده كده مش هيشبعها، لكنها بتلاقي ناتاشا في ظهرها وبتقول لها إنها ترجع الأكل مكانه تاني، وبتروح تنام علشان تستعد لتاني يوم. وبيبقى عندها مشكلة أكبر إنها شغالة في محل حلويات والأكل بيكون حواليها من كل حتة، وبتحاول على قد ما تقدر إنها تمنع نفسها من الأكل، وبتفضل بصة للتورتة اللي مزيناها من بعيد علشان تمنع نفسها من أكلها، بس التورتة هي اللي بتكسب وبتاكلها أنيا لحد ما بتخلصها كلها. وبتدور على الإنترنت على أي مجموعات مساندة وبتلاقي مجموعة وبتنضم ليهم وبتشاركهم معاناتها في الرجيم، وبينضم ليهم واحد اسمه كوليا وبيكون هو الرجل الوحيد في المجموعة، وبيفضلوا كلهم يتكلموا لحد ما بتستأذن أنيا وبتمشي، فبيجري كونيا وراها وبيقول لها انها الوحيده اللي صغيره في السن، وان هو بيدور على حد انه يشاركه التمارين، وان هو ملوش اصحاب، ده غير التنمر اللي بيواجهه من اصدقائه في الشغل علشان اتخن واحد فيهم. فبتوافق ان هم يقعدوا يتكلموا على كافيه، فبيقول لها ان هو نفسه تبقى شريكته في الرجيم والتمارين، وان هو هيتدرب معاه في اي وقت هي تحبه يمكن يحمسوا بعض. وبتوافق على كلامه وبتروح البيت وبتفتح الاكونت بتاعه، وبتشوف فعلا ان هو ملوش اصحاب وان زمايله كانوا عاملين فيديو تريقه عليه. وبتنام لتاني يوم وبيجي لها كونيا بيتها علشان يبدأوا سوا التمارين، وبتكون مكسوفة انها تتمرن في الجيم الموجود في الجنينة قدام الناس، لحد ما بيحمسها كوليا وبيبدأوا يستمتعوا بالتمارين سوا. وبتجبر أنيا نفسها على الأكل الصحي والخضروات، وبتحاول تقاوم كل المغريات اللي من حواليها
سواء من أهلها أو من زمايلها في الشغل إنها سايبة كل الأكل اللي حواليها وبتاكل خضروات بس، وبيبدأ وزنها يقل فعلا، وبتكون حاطة صورة زينة على موبايلها علشان يحمسها أكتر لحد ما بتنجح إنها توصل للوزن اللي هي عايزاه، وبتروح تتمرن في المكان اللي بيمرن فيه زينة سباحة، وبتعمل نفسها إنها بتشبه عليه، وبتقول له إنها طالبة إنها تتمرن برايفت معاه، وبيرجع إن زينة بيعجب بيها تاني، ولكن بتظهر صاحبته الجديدة وبتشد انتباهه ليها، وبتحبط أنيا إنها ما قدرتش تخليه يحبها من تاني، وبتروح تسهر في كازينو وبتفضل تشرب كتير، وساعتها بيعجب بيها واحد من الموجودين وبياخدها معاه بيته، وبتصحى في بيت ما تعرفوش وبتحس إن في حد داخل عليها، فبتمسك أقرب حاجة ليها عشان تضرب الشخص اللي اعتدى عليها ده، لكن بيطلع كوليا وبقول لها إن جه في آخر لحظة وهي بتركب التاكسي مع واحد غريب، وخدها منه بالعافية بعد ما اتخانق معاه، وجم على بيته وهي نامت في سريره وهو نام برا، وبيقعدوا سوا وبقول لها ان مفيش علاقة حب من طرف واحد، ولازم تدور على حد انه يحبها زي ما هي، وبيعرض عليها انها تروح لوالدها اللي انفصل عنهم وهي صغيرة، وبتسمع كلامه وبتروح على والدتها علشان تاخد رقمه منها، ولكن بترفض تديهولها، وبتقول لها ان والدها بيكرهها وسابها من زمان لانه ما بيحبهاش ولا بيحب يشوفها، بس انيا بتصر انها تاخد رقمه برضه، وبتستنى والدتها انها تخرج من البيت، وبتفتح دفتر ارقام التليفونات وبتاخد رقم والدها منه وبتتصل بيه، فبقول لها انه هو يحب يقابلها جدا وبيبعت لها عنوانه على موبايلها، وبتفتح الدرج وبتجيب الجاكيت اللي والدها سابه عليها قبل ما يسيبهم، وبتاخده وبتتحرك على بيت ناتاشا وبتلم حاجتها علشان تروح تقعد مع والدها شويه وعشان تخرج من حاله الاكتئاب اللي بقت فيها، وبتخلي كوليا يوديها لوالدها وبيستمتعوا طول الطريق بتاع السفر، ولكنها بتكتشف انه صعب في التعامل وما بيكونش مبسوط انه شافها وكانه مش همه، وبيتعامل معاها بمنتهى البرود، وبيجي الليل وبتدخل انيا للساونا الموجوده في بيته، ولكن بسببها الساونا بتولع، فبيجي والدها يتخانق معاها لانها سبب في حرقها، ومش بيكون همه حياه بنته هل هي اتصابت ولا لا، فبيتخانق معاه كوليا وبيقول له ان بنته كانت هتموت وهو حتى ما حاولش يطمن عليها، وانها كانت جايه له علشان محتاجه والدها اللي يطمنها، لكنها كانت غلطانه لما فكرت فيه اصلا، وبياخدها كوليا وبيرجعها تاني لبيت والدتها، وبيديها هدوم تلبسها لانها بتكون لابسه فوطه من بعد الساونا، وبيوصلها لحد بيتها وبيكونوا اهلها مش موجودين، فبقول لها انها تفضل بهدومه وهو هيبقى يعدي عليها بعدين، وبتشكره انيا جدا على مساعدته ليها، فبيسيبها وبيرجع بيته، لكنه بيلاقي ناس بتبيع زهور على الطريق، فبيقرر ان هو يشتري ورد وبيرجع بيه تاني لانيا علشان يعترف لها بحبه، واثناء ما بيرجع بيكون زينه موجود عندها في البيت وبيعتذر لها على اللي هو عمله وقاله لها، وبيقول لها ان هو بيحبها وبيرجعوا لبعض من تاني، ولما بيوصل كوليا البيت بيشوف انيا مع زينة من خلال شباكها، فبيرمي الورد اللي في ايده وبيبعد عن بيتها، وبعد ما بيسيبها بتفكر في علاقتها مع زينة وانها ما بقتش مرتاحة زي الاول، وبعدها بتروح بيت ناتاشا وبتلاقيها عاملة حفلة هناك وبتحكي لها اللي حصل مع والدها ومع زينة، لحد ما بيدخل عليها واحد وبيديها شيشة عشان تشرب منها، فبترميها من البلكونة وبتقع على عربية الشرطة الموجودة تحت، وبيكون السبب في ان الشرطة يطلع بيت ناتاشا، فبتدفع ليه رشوة علشان ما يبطش عليهم، وبتبوظ الحفلة وكل واحد فيهم بيمشي، وبتمشي أنيا من بيت ناتاشا وما بيكونش قدامها حد غير كوليا، وبتروح له على البحيرة اللي على طول بيقعد عندها، وبتقول له إن ما فيش حد تروح له غيره وإنها بقت وحيدة، فبقول لها كوليا إنها ممكن تروح لحبيبها زينة تقعد عنده، وإنه هو كان نفسه يبقى صديقها لكن هي عمرها ما حسسته بكده، وإنها لازم تحب نفسها علشان الناس تحبها، وبيسيبها وبيمشي وما بيكونش في حد قدامها تروح له، وبتفضل تعيط طول ما هي ماشية في الطريق لحد ما بتوصل قريب من بيت والدتها، وبتنام في حقل زرع قريب من البيت لتاني يوم، لكن من حظها بتكون في آلات حصد المحصول وبتقرب منها وهي نايمة ومش حاسة بالآلات، لكن جوز أمها بيكون واحد من اللي بيسوقوا الآلات وبينزل يجري عليها وبينقذها على آخر لحظة من الموت، وأخيرا بتقرر إنها تتكلم معاه لأنها كانت بتكرهه جدا، وبتحكي له كل اللي حصل معاها، وبيقول لها إنها لو حبت نفسها وصلحت علاقتها بكل الناس اللي حواليها هتصلح حياتها، فبتقرر إنها تروح لأول واحدة وهي ناتاشا، وبتتأسف لها إنها هي سبب في تدمير حفلتها وإنها سابتها وقت الجد، وبتفضل تتأسف لها لحد ما بتسامحها، وبترجع تاني تعيش مع والدتها في بيتها، وبتلاقي والدها جالها وهو لابس الجاكيت اللي اديتهوله لما كانت عنده، وبيتأسف لها على تعامله معاها، وبقول لها ان هو دايما هيبقى جنبها وحاول يعوضها عن الاهتمام اللي هي افتقدته، وبتخليه يوديها الماراثون اللي كونيا وزمايله مشتركين فيه لحد ما بتلاقيه بيشرب بيبسي، فبترميها من على بقه، فبتقول له ان هو صديقها الوحيد اللي وقف معاها في كل ظروفها وهي ما قدرتش اللي عملته عشانها، وانها عرفت قيمته لما زينة رجع لها وحست قد ايه هي كانت مرخصة نفسها معاه، وعلمها ازاي انها تحب نفسها وجسمها
جسمها زي ما هي، واللي هيحبها عشان شخصيتها مش عشان جسمها. وبتاخده بتقوله إن هو لازم يكمل الماراثون مع مجموعتهم لأنها اتعلمت عدم الاستسلام، وبتتحسن حياتها وعلاقتها بكل الناس اللي حواليها. بس يا صديقي، ولهنا بيخلص فيلم